السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال الثانوية الأزهرية نكمل بقى مع بعض اللي هو آخر جزء عندنا في التكاثر. بعد كده إن شاء الله يعني هعملها شرح. الأول هشرح الجزء عموما، يعني في كتير منكم عاوز الدي ان ايه والار ان ايه، فشوفوا انتوا عاوزين ايه. يعني ممكن انا اعملها لكم، اعملها شرح ان انا امسك مثلا، بس هتبقى محتاجة بقى منكم ايه، عزيمة شوية، ان انا امسك لك فصل دي ان ايه هشرحه لك، احاول ان انا الم لك في كل الافكار اللي هي بتيجي في الامتحانات واللي جت قبل كده في الامتحانات بقى كلها، او ان احنا نفضل زي ما احنا ماشيين، ان احنا نحل اكتشف اللي هو الاسئله اللي وردت في الامتحانات اللي قبل كده. فانتوا شوفوا انتوا محتاجين ايه، وانا معاكم. يعني انتوا بس اكتبوا لي بس في الكومنتات انتوا عاوزينها ان انا اشرحها لكم. اشرح لكم الفصل الاولاني في الدي ان ايه اللي هو فصل الدي ان ايه، واقول لكم بقى التريكات اللي بتيجي فيه والاسئله ازاي بتيجي في الامتحانات، ولا زي ما احنا شغالين ان انا احل معاكم كتاب اكتشف. طبعا هو طريقه الشرح بالنسبه للازهر بتبقى تختلف شويه عن تربيه وتعليم، بس في الدي ان والار ان ايه تقريبا يعني بيكونوا قريبين شويه من ايه، من بعض. نبتدي بقى مع بعض، هنحل اخر درسين معانا في التكاثر ان شاء الله، ونسمي الله ونبتدي بقى ايه مع بعض. نحاول نركز عشان التكاثر في الانسان بيجي عليه كم اسئله كتير جدا جدا عن بقيه الانواع، ليه انواع التكاثر. في كوبايه الشاي بقى بتاعتك ايه يا كبير تكون جنبك، وتبدا بقى ايه ان انت تكون معايا. والرسومات البيانيه اللي هي هتيجي بقى اللي هي في دوره الطمس والكلام ده، تكون إيه تفتح المذكره بتاعتك، تفتح الكتاب اللي انت بتذاكر منه، وتكون برضو ايه معاك. فلما اقول لك افتح الكتاب، افتح الكتاب على اساس ان انت تكون معايا بعينك وتكون معايا بودانك، فالمعلومه تركز معانا اكتر. اول سؤال معانا بيقول لنا ظل الدائره اختار يعني عدد الاجسام القطبيه تقريبا اللي بتنتج من مبيض واحد من فتاه بالغه خلال عام واحد. احنا متفقين على ايه؟ احنا قلنا ان احنا عندنا بالنسبه لخطوات تكوين البويضات في انثى الانسان، قلنا ان هي بتمر بثلاث مراحل، اللي هي اول مرحله اللي هي كانت عندنا مرحله التضاعف، وبعد كده كانت بتيجي عندنا مرحلة النمو، وبعد كده بتيجي مرحلة النضج. يعني هنا ما بتمرش بمرحلة التشكل النهائي، واحنا هنعرف ليه هي ما بتمرش بمرحلة التشكل النهائي. نشوف اول مرحلة بتبقى عبارة عن ايه. البنت قلنا اللي هي ما بتبقاش زي الولد. احنا عندنا مرحله التضاعف ومرحله النمو بالنسبه للاناث بتتكون وهي بتحصل وهي لسه في بطن امها اثناء التكوين الجنيني لها، لكن كل مراحل تكوين الحيوانات المنويه بتحصل وهو في سن البلوغ. طب في مرحله التضاعف ايه اللي بيحصل؟ في مرحله التضاعف احنا بيبقى عندنا المبيض بتاع الانثى بيبقى مليان بخلايا جرثوميه اميه. الخلايا الجرثوميه الاميه ديت بتكون ثنائية المجموعة اللي هي الصبغي، بتبدأ تنقسم انقسام ميتوزي عدة مرات. علشان ايه؟ انقسام ميتوزي مرة وانقسام ميتوزي كمان مرة. المهم ان هي في الاخر بتدينا خلايا اسمها امهات البيض، بتبقى ثنائية المجموعة ثنائية المجموعة الصبغية. طبعا علشان ندمج ده ما بين ده وبين الدي ان ايه في المرحلة ديت اللي هي في مرحلة التضاعف، اللي بيحصل عندها في مرحلة التضاعف ديت مرحلة بيسبقها تضاعف للدي ان ايه، تضاعف للماده الوراثيه. قلنا المرحله ديت بتحصل امتى؟ المرحله ديت بتحصل اثناء التكوين الجنيني للانثى. قلنا اثناء التكوين الجنيني للانثى يعني ايه؟ يعني وهي لسه في بطن امها، وهي لسه جنين. وبتحصل فين؟ وبتحصل في المبيض، وبتحصل في المبيض. بعد كده الخلايا ديت اللي هي خلايا امهات البيض بتبدا تختزن الغذاء وتكبر في الحجم. يبقى كل هي اللي عملته اللي هي قلبظت شويه. يعني مرحله النضج ديت احنا قلنا اللي هي مرحله النمو ديت مرحله القلبظه، هي كل اللي بيحصل لها ان هي تكبر بس شويه في الحجم. فبتبدا تكبر في الحجم وتتحول لخلايا كبيره اللي هي عباره عن خليه بيضيه اوليه ثنائيه المجموعه الصبغيه. طب المرحله ديت بتحصل امتى؟ المرحله ديت برضو بتحصل اثناء التكوين الجنيني للانثى نفس ديت، وبتحصل برضك وهي لسه في بطن امها. والمرحله ديت بتحصل برضك في المبيض. طب المرحله ديت بيسبقها تضاعف؟ لا، المرحله ديت لا يسبقها تضاعف. لمين؟ تضاعف لجزيئات
الدي ان ايه، عشان احنا قلنا هي زي تحول شكل، هي كانت صغنونه وايه وقلبظت ايه وقلبظت شويه. وقلنا ان المرحلتين دول هما اللي بيحصلوا اثناء التكوين الجنيني للانثى. علشان كده اي طفله بيحتوي مبيضيها على ايه؟ مبيضيها بيحتوي على خلايا بيضية أولية، قصادها أي طفل ذكر بيحتوي خصيتها على إيه؟ على خلايا جرثومية أمية، ما عندوش خلايا، عشان كل المراحل قلنا بتحصل في سن البلوغ. بعد كده بتيجي مرحلة النضج. أدي الخلية القلبوزة بتاعتنا اللي هي الخلية البيضية الأولية اللي هي ثنائية المجموعة الصبغية. بيبدأ يحصل فيه لما توصل لسن البلوغ، بيبدأ يحصل فيه انقسام ميوزي أول. الانقسام الميوزي الأول ده بيكون النواتج بتاعته اللي هو بيحصل فيه اختزال لعدد الصبغيات. والاختزال لعدد الصبغيات انت هنا بيحصل قبل المرحلة دهيت، عشان بس يكون عارف، بس احنا برضو كده هنركز فيها اكتر في الدي ان ايه. قبل المرحلة دهيت بيحصل فيها تضاعف للمادة الوراثية، فبتبقى هنا كل الكروموسومات اللي موجودة عندك بتكون ثنائية الكروماتيد. يعني انت بيبقى عندك هنا 46 كروموسوم بيكونوا ثنائي الكروماتيد، يعني بيكون معاك 92 كروماتيد، يعني بيكون معاك 92 جزيء دي ان ايه. انت بقى لو انت مش كاتبها اكتبها، يعني انت في المذكره بتاعتك لو انت نسيت ان انت تكتبها ورا المصدر فانت اكتبها تاني. فبيحصل انقسام ميوزي اول، قلنا بيحصل فيه اختزال عدد الصبغات للنص، فبتدي خليه كبيره وخليه صغيره. اللي هي الخليه الكبيره ديت عباره عن خليه بيضيه ثانويه، بتبقى عباره عن نون كروموسوم. نون بتمثل اصلا ان دي بتمثل عدد الكروموسومات، فبيكون فيها ايه؟ فبيكون الخليه دهيت برضو اكتبها، سجلها عندك لو انت برضو مش هعملها. بيبقى موجود فيها 23 كروموسوم بيكونوا ثنائي الكروماتيد، بيبقى اصلا الشكل بتاعها بيبقى فيها 23 كروموسوم ثنائي الكروماتيد، يعني فيها 46 كروماتيد، يعني فيها 46 جزيء دي ان ايه. في كراستك بقى الحلوه كده او في المذكره بتاعتك، يعني كميه الدي ان ايه اللي حصل لها، كميه الدي ان ايه حصل لها عمليه او من 92 ل 46 تم اختزالها كمان للنص ديت اثناء التضاعف، اثناء تضاعف الماده الوراثيه. لكن لو الخلايا البيضيه الاوليه ما بيحصلهاش عمليه تضاعف، يبقى هنا نفس كميه الدي ان ايه في الخلايا البيضيه الاوليه هي نفسها في الخلايا البيضيه الثانويه. قلنا ده بيبقى عبارة عن جسم قطبي أول، وده بيحصل فين؟ بيحصل في المبيض داخل حويصلة جراف. بيحصل لأي فتاة بالغة، أي بنت بلغت، سواء بقى كانت هي لسه بنوتة، سواء هي اتجوزت، هو ده بيحصل كده لأي فتاة جوه المبيض. بعد كده الخليه البيضيه الثانويه ديت هي اللي بتتحرر من حويصل الجراف. يعني لما يجي يقول لك الخليه المتحرره من حويصل الجراف هي عباره عن ايه؟ يبقى هي عباره عن خليه بيضيه ثانويه، عباره عن خليه بيضيه ثانويه. الخليه البيضيه الثانويه ديت تتحرر وتستنى في قناه فالوب، مستنيه مين؟ مستنيه الحيوان المنوي. وصل لها الحيوان المنوي، فبتبدا الخليه البيضيه الثانويه يحصل لها انقسام ميوزي ثاني. الانقسام الميوزي الثاني ده ما بيسبقوش تضاعف للماده الوراثيه، فبتديني ان كروموسوم. بس شوف بقى 23 كروموسوم احادي الكروماتيد، يعني 23 كروماتيد يعني 23 جزيء دي ان. يعني المرحله ديت الانقسام الميوزي الثاني هي اللي بيحصل فيها اختزال لكميه الدي ان. كميه الدي ان بتبدا تقل وبيبدا يديك انقسام وبيبدا هنا يدي جسم قطبي تاني. طب الانقسام الميوزي الثاني ده بيحصل امتى؟ بيحصل لحظه دخول الحيوان المنوي الاخصاب البويضه، وده بيحصل في الثلث الاول من قناه فالوب. والجسم القطبي ممكن ينقسم ويدينا جسمين قطبيين. يبقى اي فتاه بالغه بيحصل عندها الانقسام الميوزي الاول بس. اي الفتاه المتزوجه يحصل عندها انقسام ميوزي، وممكن يحصل عندها الانقسام الميوزي الثاني. عشان الانقسام لما يجي هنا بص، لما يجي اقول لك علل الانقسام الميوزي الثاني هو انقسام مشروط او انقسام مؤجل. هتقول له ليه؟ ده عند تكوين مين؟ عند تكوين البويضات. ايه السبب؟
هتقول لأن الانقسام الميوزي الثاني لا يحدث إلا لحظة دخول الحيوان المنوي لإخصاب البويضة. وفي الانقسام الميوزي الثاني بيحصل امتى؟ بتبدأ تنقسم الخلية البيضية الثانوية اللي هي عبارة عن نون، بتبدأ تنقسم انقسام ميوزي لحظة دخول الحيوان المنوي إلى إيه؟ إلى بويضة وجسم قطبي، وبتكون البويضة أكبر حجما من مين؟ من الجسم الجسم القطبي. وقد يحدث انقسام للجسم القطبي فبيكون لنا ايه؟ فبيتكون جسمان قطبيين، يعني بتبقى المحصلة معايا بويضة زائد ايه؟ 3 أجسام قطبية. طب لما اجي بقى اقول لك هنا اللي هو الانقسام الميوزي الأول قارن بينه عند تكوين البويضات والانقسام الميوزي الثاني. بص دي هتفيدنا شوية في الدي ان ايه، يعني اللي انت مش كاتبه عندك حاول ان انت تكتبه ايه معايا. الانقسام الميوزي الأول بيسبقه تضاعف للمادة الوراثية. انقسام الميوزي الثاني بقى في تكوين الحيوانات المنوية أو تكوين البويضات، أي انقسام ميوزي عموما ده لا يسبقه تضاعف للمادة الوراثية. النواتج بتاعت ده بتبقى عبارة عن ان، والنواتج بتاعت ده برضو بتبقى عبارة عن ايه؟ عن ان. بس ده بتبقى فيها كام؟ بيبقى فيها 23 كروموسوم، بيكون ثنائي الكروماتيد، يعني بيكون بالشكل ده. احنا قلنا اصلا الكروموسوم يا احاد يا ثنائي، لكن العدد يعني مثلا ده 46 كروموسوم، ده 46 كروموسوم، يعني فيها 46 كروماتيد، يعني فيها 46 جزيء دي ان ايه. قصادها في الانقسام الميوزي الثاني الناتج بتاعته ان بس 23 كروموسوم بيكون احادي الكروماتيد، يعني 23 كروماتيد يعني 23 جزيء دي ان ايه. فانت لو بصيت هتلاقي ان كميه الدي ان ايه في النواتج اللي طالعه من الانقسام الميوزي الثاني اللي هي النواتج الثانويه، سواء بقى منويه ثانويه سواء بيضيه ثانويه، بتساوي ضعف كميه الدي ان ايه اللي موجوده سواء بقى في البويضه، في الطلائع المني، في الحيوانات في الحيوانات المنويه. طيب ايه تاني عندنا؟ الانقسام الميوزي الاول هنتكلم على مكان حدوث الانقسام الميوزي الاول. لما بيحصل فين؟ الميوزي الاول بيحصل في المبيض، وده بيحصل في الثلث الاول من قناة فالوب. ده الانقسام الميوزي الاول لما بيحصل منذ سن البلوغ شهريا. لكن ده بيحصل امتى؟ بيحصل انقسام مشروط بدخول الحيوان المنوي لإخصاب مين؟ لإخصاب البويض. النواتج بتاعت ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن خلية بيضية ثانوية وجسم قطبي أول، والنواتج بتاعت انقسام الميوزي الثاني بويضة زائد 3 أجسام قطبية تانية. تمام يا باشا؟ طيب اللي هو بقى عملية الإخصاب ديت، يعني هو لما يديلك أدا البويضة اهي متحوطة بغلاف سميك من حمض الهيالو يورنيك. هنا بقى لما يديلك حيوانات منوية، يعني مثلا ادالك أدا حيوان ايه؟ منوي اهو، وده حيوان منوي اهو، وده حيوان منوي،
وده حيوان منوي. أدا واحد وده التاني وده التالت وده الرابع، هما الحيوانات المنوية كل الأربعة رايحين يهاجموا للبيض. طب امتى بقى حصل انقسام الميوزي الثاني؟ لأنه للحيوان لحظة ايه؟ دخول الحيوان المنوي واحد ولا اتنين ولا في الوضع تلاتة ولا في الوضع أربعة، في الوضع ده اللي هو خلاص هو دوب غلاف البيض المتماسك ودخل خلاص من عند الغشاء البلازم، فهتندمج بقى هنا في الحالة ديت هيبدأ بقى يحصل انقسام الميوزي الثاني، يبقى عند الوضع ايه؟ عند الوضع أربعة. يبقى احنا متفقين لو كانت فتاة غير متزوجة فبيكون معدل انتاج البويضات بتاعتها او الخلايا البيضيه الثانويه بتاعتها بيكون عباره من المبيضين، هي بتطلع بويضه واحده بالتناوب مع المبيض الثاني كل 28 يوم، يعني بتطلع حوالي 12 بويضه من المبيضين. يبقى المبيض الواحد بيطلع كام؟ بيطلع 6. طب قصادها طالما هي مش متزوجه يبقى بتطلع خلايا بيضيه ثانويه وقصادها كمان جسم قطبي، يعني هيبقى الاثنين قد بعض، عدد الخلايا البيضيه الثانويه هيساوي عدد الاجسام الاجسام القطبيه. طب نرجع بقى للسؤال، هو بيقول لنا عدد الأجسام القطبية التي تنتج من مبيض واحد من فتاة بالغة خلال عام. يبقى احنا هنا هنحسبها ان هو ما قاليش ان هي متزوجة، ولو حتى متزوجة هي كده كده بيبقى في فترة حمل، فاحنا هنعملها على اساس ان هي بتطلع طالما فتاة بالغة يبقى هي هتطلع ايه؟ هتطلع واحد خلية بيضية ثانوية ومعاها واحد جسم قطبي. طيب هي من المبيضين هتطلع لنا 12 من المبيض الواحد، يبقى هتطلع لي كام؟ هتطلع لي 6. طيب انت عارف ايه هي اهمية الاجسام القطبية؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق في جسم الست الاجسام القطبية؟ الاجسام القطبيه ديت هي ليه اصلا ربنا سبحانه وتعالى لما خلقها خلايا ضامره، يعني اصلا كده كده هتكون كميه الغذاء فيها بتكون ايه؟ قليله. في حكمه لكده، في حكمه لكده. ليه؟ علشان توفر اول حاجه، علشان توفر الغذاء للبويضه، عشان لما يحصل فيها عمليه اخصاب فالجنين بيعتمد في الحصول على غذاء على الجنين. تاني حاجه علشان تساعد على اختزال عدد الصبغيات الى النص، عشان لو هي مش موجوده مش هيتم اختزال عدد الصبغيات الى النص. يحدث الانقسام دي لسه قايلينها، ويحدث الانقسام الميوزي الثاني لبويضه اهو، يبقى انا بحط خط تحت الانقسام الميوزي الثاني لبويضه امراه في قناه فالو. فين في قناه فالو؟ في الثلث الاول من قناه فالو، فالو. عدد الأمشاج التي تنتج من الانقسام الميوزي لخلايا منوية أولية. طيب تعالوا كده بقى نفتكر برضو مع بعض خطوات تكوين الحيوانات المنوية. احنا قلنا كل مراحل تكوين الحيوانات المنوية بتحصل امتى؟ بتحصل وهو في سن البلوغ. طب هما كم خطوة؟ خطوات تكوين الحيوانات المنوية هي عبارة عن مرحلة تضاعف، بعد كده بتيجي مرحلة النمو اللي احنا قلنا مرحلة القلبظة، بعد كده مرحلة النضج، بعد كده مرحلة التشكل النهائي. وبرضك افتح الكتاب معايا او افتح المذكرة بتاعتك واحنا شغالين مع بعض. اول مرحلة معانا اللي هي مرحلة التضاعف. الخصية الطفل بيتولد وبتبقى الخصية بتاعته متبطنة بخلايا جرثومية أمية. لما بيوصل لسن البلوغ بيبدأ بقى هنا يحصل فيه انقسام ميتوزي عدة مرات. هو بقى هنا لازم هو يقولها لك، يعني انقسمت ميتوزيا مرتين، انقسمت ميتوزيا 3 6 ان شاء الله مليون مرة. المهم ان الخلايا الجرثومية الأمية هتنقسم وهتدينا أمهات المني اللي هي بتبقى عبارة عن 2 نون. في مرحلة التضاعف ده كل مراحل تكوين الحيوانات المنوية بتحصل في مكان واحد اللي هي الخصية. مرحلة التضاعف وبتحصل في نفس الزمن اللي هو عند سن البلوغ. مرحلة التضاعف ديت بيسبقها بيجي قبلها في تضاعف للمادة الوراثية. طيب بعد كده بتيجي مرحلة القلبظة اللي هي اللي بيحصل فيها ايه؟ بتبدأ كل اللي بيحصل فيها بتبدأ تختزن أمهات المني قدرا من الغذاء وتبدأ تكبر بتكبر في الحجم. يعني هنا اللي حصل ايه؟ زي تحول شكلي، بس كل اللي حصل فيها اللي هو نوع من انواع التغيرات الشكليه. وده قلبظت وبقت كبيره وتحولت الى خليه
منوية أولية 2 نون. عملنا تضاعف؟ لا، لم يحدث ايه؟ لم يحدث تضاعف للمادة ليه؟ للمادة الوراثية. يبقى انت اول مرحله هي لم يحدث فيها تضاعف للماده الوراثيه، مرحله الايه؟ مرحله النمو. بعد كده على طول المراحل تيك 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 ورا ايه؟ ورا بعضه، يعني تيجي على طول وراها مرحله الايه؟ تيجي وراها مرحله الايه؟ النضج. مش زي خطوات تكوين الايه؟ البويضات. كان عندنا نمو، مرحله التضاعف ومرحله النمو بيحصلوا اثناء التكوين الايه؟ الجنيني. بتتولد وهي اصلا فيها المرحلتين دول، وتقعد 13 سنه، وتقعد خلي بالك 13 سنه لغايه لما يحصل مرحله الايه؟ مرحله النضج، ويحصل اول انقسام ايه؟ ميوزي اول. يعني بتبقى الفتره الزمنيه بينهم طويله، لكن في مراحل تكوين الحيوانات المنويه كله ورا ايه؟ ورا بعض. بعد كده الخلايا المنوية الأولية، الخلية المنوية الأولية اللي هي الكبيرة بتبدأ يحصل لها انقسام ميوزي أول. واحنا اتفقنا الانقسام الميوزي الأول قبله ايه؟ قبله تضاعف للمادة للمادة الوراثية. طيب يعني معنى كده ان الخلية المنوية الأولية فيها كام؟ الخلية المنوية الأولية موجود فيها 46 كروموسوم، بس كلهم في مرحلة التضاعف دلوقتي وهي نشطة، بس بيكونوا ثنائي الكروماتيد بالشكل ده. وكل كروماتيد في جزيء دي ان ايه؟ يعني فيها 46 فيها 92 كروماتيد، وكل كروماتيد في جزيء دي ان ايه؟ يعني فيها 92 جزيء دي ان ايه. بعد كده لما بيحصل في الانقسام الميوزي الاول بتبدأ تدينا خليتين، شوف بقى قد بعض، لكن التانية كانت واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، اللي هي عبارة عن خلايا منوية ثانوية نون. الخلايا المنوية الثانوية نون برضو بتبقى الكروموسومات بتاعتها ثنائية الكروماتيد. يعني بيبقى موجود فيها كام؟ يعني الخلية دهيت بيبقى موجود فيها 23 كروموسوم ثنائي الكروماتيد، يعني 46 كروماتيد، يعني 46 جزيء دي ان. ده بيفيدنا اكتر في الدي ان ايه عن التكاثر. يعني حتى هي دي هتبقى اسئله شامله، فممكن نلاقي فيها، هنلاقي فيها اسئله على الجزئيه ديت، بس هي الاسئله بتاعتها اكتر بتيجي معانا في الايه؟ في الدي ان ايه. الخلايا المنويه الثانويه تقوم جايه تعمل على طول بيجي وراه انقسام، بيعقبه انقسام ميوزي ثاني. في تضاعف للمادة الوراثية؟ لا، مفيش تضاعف، لا يحدث تضاعف للمادة الوراثية، مفيش تضاعف للمادة الوراثية. فبيدينا خلايا اللي هي طلائع المني، اللي هي بتبقى عبارة عن ايه؟ طلائع المني ديت بتبقى عبارة عن نون، بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن نون. طلائع المني ديت بتبدأ بقى تتحول، علشان هي خلايا مستدير ملهاش وسيلة حركة، بتكون تقيلة، فمش هتناسب وظيفة المشيج المذكر اللي هو ينقل المادة ينقل المادة الوراثية. عشان كده لازم تمر بمرحلة تشكل نهائي، فبتبدأ تتحول كمية السيتوبلازم فيها تبدأ تقل، وتبدأ تتحول لحيوان منوي ليه راس وليه عنق وليه قطعة وسطى وليه ذيل، عشان يتناسب مع وظيفته في وظيفته في نقل المادة الوراثية. طب ديت برضك مرحلة التشكل النهائي زي التحول الشكل، يبقى أنا عندي عندي مرحلتين من مراحل تكوين الحيوانات المنوية، مراحل لا يسبقها انقسام. المراحل التي لا يسبقها انقسام اللي هي مرحلة النمو ومرحلة التشكل النهائي. طيب مراحل لا يسبقها تضاعف للمادة الوراثية، اللي لا يسبقها تضاعف للمادة الوراثية النمو زائد الانقسام الميوزي الثاني زائد التشكل النهائي. طيب احنا قلنا 1 خلية جرثومية أمية تنقسم ميتوزي، تدينا ايه؟ تدينا عدة مرات، هتدينا خلايا أمهات البيض. يعني معنى كده أمهات البيض عددها بيساوي ايه؟ بيساوي عدد الخلايا الجرثومية اللي هو مديهولي
أس عدد مرات الانقسام الانقسام الميتوزي. يعني ايه؟ يعني لو مثلا هو مديلك مبتدئا مثلا ب4 خلايا جرثوميه، هات لي عدد امهات انقسمت مثلا 4 مرات، يبقى هات لي عدد امهات البيض، يبقى هتساوي عدد الخلايا الجرثوميه اللي انت مديها لي اللي هي مثلا 4 وانقسمت 4 مرات، يبقى 4 اس 4. طيب كل بقى امهات البيض ديت بتتحول على طول عدد الى خلايا منويه اوليه. يعني عدد امهات البيض هتساوي عدد الخلايا المنويه الاوليه. عددهم قد ايه؟ قد بعض. طيب كل واحد خليه منويه اوليه بتنقسم انقسام ميوزي اول، تديلك 2 منويه ثانويه، والاتنين منوية ثانوية كل واحدة بتدي 2 طلائع مني، يعني بتدي 4 طلائع مني، وال4 طلائع مني بيتحولوا إلى 4 حيوانات منوية. يعني معنى كده إن عدد الحيوانات المنوية في الآخر ما هو كل واحدة ادتك ايه؟ 4، هتساوي بمعلومية الخلايا المنوية الأولية هتساوي عدد الخلايا المنوية الأولية واضرب في كام؟ واضرب في 4. طب لو هو كان عاوزها دي، لو كان عاوزها بخلايا مين؟ بالخلايا المنوية الأولية. طيب هو مش عاوزها مش عاوز بالخلايا المنوية الأولية، عاوزين عدد الحيوانات المنوية بمعلومية الخلايا المنوية الثانوية، فهتساوي عدد الخلايا المنوية الثانوية اللي هو مدالك، مش كل واحد منوية ثانوية بتديلك 2 طلائع مني، يعني بتديلك 2 حيوان منوي. يعني هتبقى المحصلة معاك كام؟ هتساوي عدد الخلايا المنوية الثانوية واضرب في كام؟ واضرب في 2. طيب عدد الحيوانات المنوية بتساوي عدد طلائع المني، يعني انت معاك 20 طليعة مني يبقى هيديك 20 حيوان مني، معاك 1000 طليعة مني يبقى هيديك برضك هيديلك 1000 حيوان 1000 حيوان منوي. يبقى عدد الخلايا المنوية الأولية عدد الحيوانات المنوية بمعلومية المنوية الثانوية أضرب في 2، بمعلومية المنوية الأولية أضرب في كام؟ في 4، وعدد الحيوانات المنوية بتساوي عدد طلائع المني. طب نشوف بقى السؤال بتاعنا، هو بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا عدد الأمشاج التي تنتج من الانقسام الميوزي ل5 خلايا منوية أولية. أهو لو أنت ناسي كل واحد منوية أولية بتديك 4 حيوانات منوية، يبقى انت عندك ال5 هيدولك كام؟ يبقى اضرب في كام؟ في 4. يبقى عدد الخلايا المنوية عدد الحيوانات المنوية اضرب في كام؟ في 4. يبقى 5 في 4 يبقى هيدينا كام؟ هيدينا 20. يتم تمييز ذكر جنين الإنسان في الأسبوع الكام من الحمل. احنا قلنا في خطوات تكوين اللي هو مراحل تكوين الجنين، قلنا ان احنا عندنا بيمر بكام؟ بيمر بثلاث مراحل. ال3 مراحل، المرحلة الأولى اللي هي من الشهر الأول للشهر الثالث. في المرحلة ديت اللي بيحصل فيها، المرحلة ديت من بداية المرحلة خالص بيبدأ تكوين. يبقى في المرحلة الأولى بيبدأ تكوين القلب والجهاز العصبي. المرحلة ديت تعتبر أهم مراحل التكوين الجنسي للجنين. طيب ليه هي أهم مراحل التكوين الجنسي للجنين؟ عشان في المرحلة ديت بيبدأ يتكون الخصيتين في الأسبوع السادس من الحمل، يعني بعد شهر ونص تقريبا. وبيبدأ يتكون المبيضين في الأسبوع ال12 من الحمل، يعني تقريبا بعد مرور
3 شهور. عشان كده ديت بتعتبر اهم، لما يجي يقول لك ليه بتعتبر المرحله الاولى اهم مراحل النضج الجنسي او التكوين الجنسي، ما تقولش كل اللي بيحصل في المرحله الاولى عشان هتبقى ايه غلط. هو عاوز بس منك الحته ديت، ان هو بتكون الخصيتين امتى وبيكون المبيضين امتى وبس، وكده ليه وكده الموضوع ايه، الموضوع انتهى. طيب بعد كده ايه بقى مميزات المرحله ليه، المرحله الثانيه. في المرحله الثانيه الميزه اللي بتحصل في المرحله الثانيه اللي هو في المرحله ديت خلاص بقى بيكتمل نمو القلب. الاول كان هنا قلب مفرد اذين وبطين، هنا بيكتمل نمو القلب بيبقى اذينين وبطينين، وتسمع ايه، وتسمع دقاته. بعد كده بيبدأ بقى في المرحلة ديت يتكون، خلي بالك، الجهاز الايه، الجهاز العظمي. يعني معنى كده ان في المرحلة ديت يزداد الباراثرمون عند الايه، عند الانثى الحامل او عند الام ليه الحامل. طب ليه بيزداد افراز هرمون الباراثرمون؟ عشان يزود من مستوى الكالسيوم بتاع ليه الام، علشان الجنين في المرحله ديت بينحت من عظم الام عشان يبدا يكون ايه، عظم. طيب بص هنا بقى في المرحله ديت، يعني لما في المرحله ديت بيبدا بقى هنا ايه، نخاع العظام هو اللي بيكون مسؤول عن تكوين خلايا الدم والخلايا الليمفاويه. طب هتقول لي الفترة الأخرانية هي مش عليك، يعني هي بيبقى الكبد والطحال هو المسؤول عن تكوين الدم والخلايا الليمفاوية في المرحلة الأولى، لكن نخاع العظام امتى بيبدأ في تكوين خلايا الدم؟ بيبتديها في المرحلة الثانية، بيبتديها في المرحلة في المرحلة الثانية. بيبدأ في المرحلة ديت يكتمل نمو أعضاء الحس، كل حاجة بقى بتبدأ تكتمل فيه، وبيبدأ يزداد الجنين في النمو. في المرحلة الأخرانية بيبدأ بقى، هي ده جت قبل كده سؤال في الأزهر وكان مدينا، كان ده سؤال كان بيجي كتير، يعني كان هو بيجي قبل 2015 كتير، أو كان بيجيب لك اللي هو صورة المرحلة الثالثة، يقول لك الجنين ده في انهي مرحله. فاحنا كنا بنقول ان هو الجنين في انهي مرحله، ان هو الراس اتجهت خلاص لعنق الايه، الرحم. طبعا الباقي انت مش هتعرفه من الايه، من الرسم. طب ايه هي ملامح بقى المرحله الثالثه؟ المرحله الثالثه مرحله التشطيب، كل حاجه بيبدا الجنين يشطب ايه فيها، يكتمل نمو بقى اعضاء الايه، الجهاز العصبي بتاعه كله بيكتمل نمو الايه، المخ يكتمل نمو اعضاء الجسم الايه الداخليه، وهنا بيتباطأ الجنين في الايه، في النمو. طب يتباطأ الجنين في النمو يعني ايه؟ مش معناها ان الجنين بيخس، لا، يعني معدلات الانقسامات الميتوزيه فيه بتبدا تقل. طب نرجع تاني بقى لسؤالنا، هو بيقول لنا يتم تمييز ذكر جنين الانسان في الاسبوع الكام؟ يبقى في الاسبوع السادس من الحمل، يعني تقريبا بعد 42 يوم. يفرز هرمون البروجسترون أثناء دورة الطمس. أثناء دورة الطمس هيتم إفرازه من الجسم الأصفر في المبيض. طب حواسيل الجراف ديت شغلها، حواسيل الجراف ديت بتشتغل في مرحلة نضج البويضة، وبتفرز هرمون الاستروجين. الجسم الاصفر ده بيشتغل خلال مرحله التبويض، وهنتكلم عليها دلوقتي في مرحله التبويض، ولو حصل فيه حمل، وده بيفرز هرمونين، هرمون الاستروجين وهرمون البروجسترون. المشيمه ديت ما بتتكونش الا في المراه الحامل، وبتبدا تشتغل بدايه من الشهر الرابع من الحمل، وبتقوم بتحل محل الجسم الاصفر في افراز هرمون البروجسترون. الغده النخاميه بتفرز هرمونين بيأثروا في دوره الطمس، اللي هو هرمون FSH وهرمون LH. طب بيقول لنا بيتم تخزين الحيوانات المنويه فين؟ بيتم تخزين الحيوانات المنويه ده الوعاء الناقل، كانت الوظيفه بتاعته ايه؟ نقل الامشاج المذكره من الخصيتين يوصلهم الى قناه مجرى البول. البربخ بيتم فيهم تخزين الحيوانات المنويه، استكمال نضج الحيوانات المنويه وتخزين الحيوانات المنويه. الحويصلة المنوية بتفرز سائل قلوي في الفركتوز يعمل على تغذية الحيوانات المنوية.
البروستاتا بتفرز سائل قلوي بيمر في قناة مجرى البول قبل مرور الحيوانات المنوية مباشرة. علشان ايه؟ عشان يغسل قناة مجرى البول، عشان يعادل قناة مجرى البول بما يتناسب مع مرور الحيوانات الايه؟ مع مرور الحيوانات المنوية. يبقى بيتم تغذية الحيوانات المنوية جوه مين؟ جوه البرمة. من اهم وظائف هرمون ال LH في الانسان ايه؟ طيب ناخد بقى هرمون الايه؟ ال LH ده. هرمون ال LH هرمون بيفرز من الفص الامامي للغدة النخامية، وهو عبارة عن هرمون بروتيني، وهو عبارة عن هرمون منبه للغدد التناسلية. طيب لو كانت أنثى فبيعمل ايه؟ فهو مسؤول عن عملية التبويض. ايه عملية التبويض ديت؟ عملية التبويض اللي هو مسؤول ان هو يعمل عملية انفجار لحويصلة جراف وتحرر البويضة منها وتكوين الجسم الأصفر من بقايا جراف. طيب لو كان ده الشخص ذكر وبيكون هنا في الأنثى ليه أيام معينة بيزداد تركيزه في اليوم 14 من بدء الطلس. لو كان ذكر فهو مسؤول عن تكوين الخلايا البينية وإفراز الخلايا البينية لهرمونات الذكور اللي هو التستو والاندروسترون. طيب يبقى احنا عندنا هنا من اهم وظائف هرمون ال LH يبقى هي عملية التبويض. المسؤول عن نمو حويصلة الجراف ده هرمون ال FSH. المسؤول عن نمو الغدد الثديية ده عبارة عن هرمون الاستروجين. الجسم الأصفر، ضمور الجسم الأصفر ده بيعتمد على عدم إخصاب البويض، أو إن المرأة حصل لها عملية حمل في الشهر الرابع من الحمل بيبدأ الجسم الأصفر بيحصل له عملية ضمور. يبدأ إفراز هرمون البروجسترون بعد نهاية الشهر الثالث من الحمل. طبعا غلط، عشان هرمون البروجسترون ده هرمون أصلا اللي بيثبت هرمون الحمل، فهو اللي مثبت للحمل. يعني من غير بروجسترون هيحصل فيه عملية إجهاض، فهو بيتم إفرازه من ساعة أصلا بيستمر الجسم الأصفر في إفرازه على طول، وبعد كده المشاوي بتحل محله بداية من الشهر الرابع. لأن المبيض هو الوحيد اللي بيفرزه غلط، يبقى العبارتين خاطئتين. المرحلة الثالثة من مراحل تكوين الجنين، واللي بيحصل فيها المرحلة الثالثة من مراحل تكوين الحيوانات المنوية، واللي بيحصل فيها انقسام ميوزي أول للخلايا المنوية الأولية لسه قايلينها، بتسمى بمرحلة النضج. النضج. يفرز الهرمون المسفر LH نقط من بدء الطمس. طب نشوف دورة الطمس دي. دورة الطمس دورة الطمس بتمر بثلاث مراحل، اللي هي مرحلة نضج البويضة، وبعد كده بتليها مرحلة التبويض، وبعدين في الآخر خالص مرحلة الطمس. ناخد أول حاجة اللي هي مرحلة نضج البويضة. بيبقى عندنا هنا بعد كل المراحل احنا بنحسبها من بداية الطمس، من بداية الطمس او من نهاية الطمس. احنا كلنا عارفين ان احنا لما علامة البلوغ هي نزول الدورة نزول الدورة الشهرية، نزول دم الطمس. في مرحلة نضج البويضة ده بيبقى المبيض موجود فيه حويصلات. الحويصلات ديت بتبقى مالها؟ الحويصلات ديت بتبقى حويصلات غير ناضجة، اللي موجود جواه خلايا بيضية أولية. بيجي بقى هنا يتم إفراز ال FSH من الفص الأمامي للغدة النخامية. إمتى؟ بيتم إفرازه بيزداد إفرازه في اليوم الخامس من بدء الطمس.
اليوم الخامس من بداية الايه؟ من بداية الطمس. يعمل ايه بقى الاف اس اتش؟ يعمل على انضاج حويصلة جراف، يبدأ يكبر من حويصلة ايه؟ من حويصلة ايه؟ جراف. عمل انضاج للحويصلات اهي لغاية لما حولها الى بويضة ناضجة. البويضة الناضجة ديت قلنا بقى ايه يا حبايبي؟ هي عبارة عن بويضة ولا عبارة عن خلية بيضية ثانوية؟ عبارة عن خلية بيضية ثانوية، وده عبارة عن حويصلة ايه؟ حويصلة جراف. طب يحصل ايه بقى؟ بتقوم حويصلة جراف بإفراز هرمون مين؟ هرمون الاستروجين اللي هو اسمه تاني ايه؟ اسمه الاستراديول. يعمل بقى هرمون البروجسترون ده ايه؟ هرمون الاستروجين ايه؟ هرمون الاستروجين بيعمل على انماء بطانة الرحم، بيزود شوية صغيرين من سمك بطانة الايه؟ من سمك بطانة الرحم، يبقى بيعمل على انماء بطانة الايه؟ الرحم. احنا بنتكلم على دوره في دورة الطمس، مش بنتكلم على دوره جوه جسم الايه؟ جوه جسم انثى الانسان. طيب بعد كده هيحصل ايه؟ بتيجي بعدها مرحله الايه؟ مرحله التبويض. المرحله ديت بتقعد قد ايه يا سيدي؟ المرحله ديت بتقعد جوه الجسم حوالي 10 ايام، بتقعد 10 ايه؟ 10 ايام. بيجي بعد كده مرحله الايه؟ مرحله التبويض. في مرحله التبويض دهيت نتيجة ان الاستروجين بيزيد قوي. حتى انت بص في الايه؟ في الرسومات ايه؟ في الرسومات. يعني احنا عندنا في المرحلة اللي فاتت اهي، تعالى لو احنا كده نرسم هرمونات المبيض والهرمونات بتاعت الغدة الايه؟ الغدة النخامية. هرمون الاف اس اتش بتلاقي ان هو بيزيد في اليوم الخامس من بداية الايه؟ الطمس، وبعد كده بيكون ايه؟ قليل. تمام. طيب هتيجي بقى هرمون الايه؟ هرمون الاستروجين. كل الهرمونات بتاعت الستات كلها بتلاقي قليله خلال مرحله ايه؟ مرحله ايام الايه؟ ايام الطمس. بيجي بعد كده هرمون الاستروجين تلاقي ان هو بدا ايه؟ بدا يعلى 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 يعلى. هتلاقي ان هو عند اليوم ال 14 ايه؟ قريب من اليوم ال 14 زاد قوي. زاد ايه؟ قوي. زيادته في اليوم اللي هو قريب من اليوم اللي الرابع عشر من بدايه الطمس بيحفز الفص الامامي للغده النخاميه ان هي تفرز هرمون مين؟ ال اتش. يبقى اللي بيحفزها مين؟ هرمون، يبقى هرمون الاستروجين. زياده الاستروجين هي اللي بتحفز الفص الامامي للنخاميه لافراز مين؟ لافراز هرمون ال اتش. امتى؟ في اليوم ال 14 من بدء الطمس. في اليوم ال 14 من بدء الايه؟ من بدء الطمس. يبقى هنا في اليوم ال 14 من بدء الطمس، في اليوم الرابع عشر من بدء الطمس او العاشر من نهاية الطمس. يبقى في اليوم الايه؟ ال 14 من بداية الطمس، او في اليوم العاشر من بداية، او في اليوم العاشر من نهاية الايه؟ من نهاية الطمس. اللي يحصل؟ اللي يحصل عندك اللي هو بيزداد هرمون ال اتش. قلنا مين اصلا اللي حفز الغده النخاميه؟ اللي حفز الغده النخاميه هو زياده هرمون الايه؟ الاستروجين. ال اتش بتلاقي انه بيفط فوق في السماء، وتلاقيه نازل ايه؟ على طول. يعني هو بيقعد تقريبا يوم واحد، وبعد كده ان هو تركيزه بيبقى عالي قوي لمده يوم واحد، وبعد كده بيبدا ان هو ايه؟ بعد كده بيبدا ان هو يقل. هرمون ال اتش بقى وفي اليوم ال 14 ده اللي هو اليوم اللي احنا بتبيض فيه الست. طب يعني ايه بيحصل؟ ايه بيحصل فيه؟ انفجار لحويصلة ايه؟ لحويصلة جراف، وتحرر البويضة من حويصلة جراف اهو. امتى؟ في اليوم ال 14 من بدايه الطمس، او في اليوم العاشر من نهايه الايه؟ الطمس. علشان علم عليها، عشان دلوقتي انا هعمل لك عليها سؤال. طيب وايه كمان؟ وبيبدا تتكون الجسم الاصفر من بقايا حويصله حويصله جراف. يعمل بقى الجسم الاصفر؟ بيقوم الجسم الاصفر بإفراز هرمونين، هرمون الاستروجين
وهرمون البروجسترون. لو انت كنت نسيت ان انت تعلم ورا المستر او ورا المس بتاعتك ان الجسم الاصفر، عشان دي اللي هو الحته اللي هو الجزئيه اللي زادت في دوره الطمس، ان الجسم الاصفر بيفرز الاستروجين وبيفرز هرمون البروجسترون. هرمون البروجسترون اللي هو هرمون الحمل، اللي هو بيعد بقى الرحم لاستقبال البويضة المخصبة. عشان كده بيحصل هنا بيحصل فيه زيادة لسمك بطانة الرحم، علشان بيحصل فيه زيادة للإمداد الدموي للرحم. فبنلاقي ان الرحم غني بالشعيرات الدمويه، وبنلاقي حتى اي بنت بتلاقي ان هي قبل نزول الدوره الشهريه بنلاقي ان اللي هو في زياده شويه في حجم البطن، اللي هو او في حجم التنه زي ما احنا بنقول. زائد بيحصل فيه بيزود من نمو الغدد الثدييه. طيب بعد كده يعني لما اجي اقول لك اعمل لك مسألة، اذا كان اول يوم طمس عند اي فتاة يوم مثلا 2/3، فان يوم تحرر البويضة ايه؟ طيب قالك اذا كان نهاية الطمس عند فتاة يوم 2/3، فإن يوم تحرر البويضة امتى؟ طب خلي بالك هنا مديلك ايه؟ مديلك هنا إذا كان بداية، مديلك هنا ايه؟ بداية، ومديلك هنا ايه؟ مديلك هنا نهاية. طب هما الاتنين زي بعض؟ لا مش زي بعض. لو بداية فالبويضة بتتحرر امتى؟ بتتحرر في اليوم 14 من بدء الطمس. يعني انا بحسب يوم الطمس، عشان كده اقوم جايه حاسبه يوم الطمس وازود عليه 13. ما انا بكون حاسبه اصلا الطمس، يعني المفروض ان انا بقول 2 3 4 5 6 7 وهكذا اعد على ايدي 14 يوم معاهم يوم الطمس، او اعملها بالطريقه دي. يوم الطمس نفسه اللي هو كان يوم يوم 3 زائد 13 يبقى هيدينا 15/3. انا بدور على الاختيارات بتاعتي على الرقم ده، او اقلل منه رقم او ازود رقم. ما بيعملش، يعني مش هيجيب لك مثلا 14/3 و15/3 و16/3، استحاله. هو قام جايب لك رقم من الثلاثه دول ومعاهم اي ارقام تانية. طيب النهاية قلنا لو كانت النهاية فبيبقى في اليوم في اليوم العاشر من نهاية الطمس. يبقى لو كان نهاية، لو نهاية فبيكون اليوم اليوم العاشر من نهاية الطمس. يعني المفروض ان انا اعد 2 3 4 5 6 اللي هو اعد 10. يعني ان هو هيكون يوم نهاية الطمس واجمع عليهم واجمع عليهم 9، يبقى 2 زائد 9 يبقى هيديني 11/3. نفس الكلام يا هيجيبها لي 11/3 يا هيجيبها لي 12/3، لكن مش هيجيب لي بقى 11 و10 مثلا 11 و12 و10 مع بعض. يعني هو هيديلك الرقم واحد منهم ويديلك ارقام تانية بتكون مختلفة. طب بعد كده عندي اللي هي مرحلة الطمس. مرحلة الطمس عندي حاجتين، عندي يا إما في حالة عدم إخصاب البويضة يا إما في حالة إخصاب البويضة. في حالة عدم إخصاب البويضة اللي بيحصل بيبقى ده عندي المبيض اهو، اللي بيبقى موجود عندي بيبقى عندي مجموعة حويصلات موجود عندي الجسم الأصفر، والجسم الأصفر بيبدأ يضمر، بيبدأ هنا بيضمر الجسم الأصفر، ويقل إفراز هرمون هرمون البروجسترون. طب ما البروجسترون هو اللي مثبت بطانة الرحم، فعلى طول نتيجة ده بتتهدم بطانة الرحم وتتمزق
بفعل انقباضات عضلات الرحم، وبيخرج دم الطمس اللي بيستغرق من كام؟ من 3 إلى 5 أيام، وتبدأ الدورة من مبيض آخر. طيب في حالة بقى لو حصل إخصاب للاء، لو حصل عملية إخصاب للاء للبويضة، لو حصل إخصاب للبويضة فبيبقى ده شكل لاء المبيض، بيبقى موجود فيه حويصلات غير ناضجة، وده الجسم لاء الأصفر. بس شوف بقى إيه اللي حصل، الجسم الأصفر بيكبر، بيستمر الجسم الأصفر في النمو وإفراز هرموني الاستروجين والبروجسترون، وتتوقف، خلي بالك تتوقف مين؟ تتوقف الدورة الشهرية، تتوقف الايه؟ الدورة الشهرية، او تتوقف عملية الايه؟ تتوقف عملية التبويض الى ما بعد ما بعد الولادة. وهعمل لك وهنقول على ديت سؤال دلوقتي. بعد كده الجسم الاصفر بيصل لاقصى نمو ليه في نهاية الشهر الثالث. خلي بالك احنا بنقول ان البروجسترون هو المسؤول عن تثبيت بطانة الرحم، يعني هو المسؤول عن تثبيت الجنين داخل بطانة الرحم. يعني المفروض مفيش بروجسترون، مفيش تثبيت لبطانة الرحم. طب مفيش بروجسترون يبقى خلاص هيحصل فيه ايجاد للجنين. علشان كده بدءا من الشهر الرابع من الحمل بيكون بقى هنا في الوقت ده المشيمة اكتمل نموها. المشيمة بتبقى موجودة، يعني المشيمة أول ما العيل بينزل بقى في الرحم بتبدأ تتكون، بس ما بتكونش قادرة إن هي تعمل إيه؟ إن هي تحل محل إن هي تفرز بروجسترون كفاية علشان يحصل فيه، علشان يثبت الجنين. يبقى هنا في الشهر احنا قلنا ان الجسم الاصفر هيكبر في الشهر الرابع في نهاية الشهر الثالث، فبيكون ايه؟ بيكون المشيمة قد اكتمل نموها. ليه بقى؟ علشان تحل محل الجسم الأصفر في إفراز هرمون مين؟ هرمون البروجسترون اللي بيساعد على تثبيت الجنين داخل بطانة الرحم، زائد النمو التدريجي للغدد الثدي. يعني معنى كده ايه؟ لما يديلك مبيض بالشكل ده اهو، يقول لك ده شكل مبيض امرأة في الشهر الثاني من الحمل، يبقى معنى كده هنا ايه؟ ان اللي هيحصل للمرأة ديت يبقى هيحصل لها اجهاض، علشان في الشهر الثاني يبقى معناه المشيمة لم يكن قد اكتمل نموها، فبتحل محل او تقدم نموها عشان تحل محل الجسم الاصفر في افراز هرمون مين؟ في افراز هرمون البروجسترون. يبقى نرجع بقى للسؤال. هو بيقول لنا بيفرز الهرمون المسفر في اليوم الايه من بدء الطمس، يبقى بيتم افرازه في اليوم الرابع عشر من بداية الطمس. فاحنا بنلاقي FSH زايد في اليوم الخامس وفي اليوم ال13 او في اليوم ال14 من بداية الطمس، والLH بيكون زايد في اليوم برضو هو لو اداك 13 وما ادالكش 14 يبقى احنا هنختار 13، اداك 14 يبقى احنا بنختار 14 عشان نص الكتاب اللي معانا. يتوقف المبيضين في فترة الحمل عن إنتاج البويضات بسبب زيادة إفراز هرمون البروجسترون. وده أصلا السؤال اللي هو يقول لك إيه؟ علل بتتوقف الدورة الشهرية أو بتتوقف المرأة عن التبويض خلال الحمل. طيب أنت لما هتيجي تجاوبه هتجاوب تقول إيه؟ ده من الأسئلة اللي أنت إن في منكم بيقوم جاي بيجاوبها نص إجابة، ما بيديهاش الإجابة الكاملة. بتتوقف الدورة الشهرية، هتقول بسبب إفراز هرمون البروجسترون من الجسم الأصفر لمدة كام؟ خلال 3 شهور الأولى من الحمل، ثم من المشيمة بدءا من الشهر
الرابع من الحمل، فتتوقف مين؟ فبتتوقف عملية التبويض، وبالتالي تتوقف الدورة الشهرية. طب يتحرر من مبيض الأنثى عند التبويض، احنا لسه قايلينها اللي بيطلع خلية بيضية ثانوية، يبقى اللي بيتحرر عند التبويض هي عبارة عن الخلية البيضية خلية بيضية ثانوية. طب يقول لنا أي وسائل منع الحمل يمكن أن يحدث معها إخصاب في الظروف العادية. طب تعالوا كده نتكلم على وسائل منع الحمل. وسائل منع الحمل اللي احنا خدناها هي عبارة عن ايه؟ قلنا أول وسيلة اللي هي الأقراص، اللي هي بتعتبر الأكثر أمانا. الأقراص ديت بتحتوي على ايه؟ أول حاجة بتحتوي على هرمونات صناعية بتشبه مين؟ بتشبه الاستروجين والبروجسترون. والهرمونات ديت صناعية، قلنا ليه؟ قلنا حتى لا تهضم بفعل العصارة الهاضمة. الهرمونات ديت بتهيئ حالة هرمونية لجسم الست كله ومخها، حالة هرمونية بتشبه حالة الحمل. يعني بتضحك على المخ وبتقول ان الست ديت حامل، عشان طول ما في بروجسترون عالي لازم هيحصل فيه تظبيط للاف اس اتش وتظبيط للLH. عشان كده الاقراص هي اللي بتاثر على الغده النخاميه، طب بتهيئ حاله هرمونيه بتشبه الحمل، عشان هي بتعمل هي بتوقف عمليه التبويض، عشان مفيش لا اف اس اتش ولا في LH. وعمليه التبويض يعني معناها ايه؟ معناها لا يحدث انقسام ميوزي اول. وطالما اصلا مفيش انقسام ميوزي اول، هو مفيش بويضه، يبقى مش استحاله يحصل انقسام ميوزي ميوزي ثاني. طيب هنا في عمليه في الاقراص لا يحدث اخصاب كمان، يعني لا يحدث انقسام ميوزي تاني، يبقى معاها لا انقسام ميوزي اول ولا انقسام ميوزي ثاني. الاتنين ما بيحصلوش معاها. طيب قلنا الاقراص ديت بتتاخد امتى؟ الاقراص ديت بتتاخد بعد انتهاء الطمس على طول. اليوم اللي الست بتخلص فيه الطمس بتاعها على طول بتبدأ تاخدها لفترة 3 أسابيع، يعني 21 يوم. يعني لما انا اقول لك انت احنا جبنا قسنا مستوى هرمون البروجسترون عند امرأة، ولقينا مستوى هرمون البروجسترون اللي هو من بعد انتهاء الطمس بالشكل ده عند 21 يوم قل، يبقى او عملها لك بالاسابيع. يبقى معنى كده طالما ما في البروجسترون استحاله ان هو يكون بالشكل ده، واستحاله ان هو بيكون مفرز ايام مرحله نضج البويضه. يبقى معنى كده ان الانثى ديت بتتناول اقراص منع الحمل. يبقى احنا قلنا اقراص منع الحمل تمنع التبويض، تمنع الاخصاب، تمنع انقسام ميوزي اول، تمنع انقسام ميوزي ثاني، تمنع كل حاجه، تمنع تثبط اف اس اتش، تثبط ال اتش. طب بعد كده قلنا في عندنا اللي هو اللولب دي برضو وسيله من الوسائل اللي بتستخدمها اللي بتستخدمها الانثى. واللولب ده بيتم تثبيته، بيكون مصنوع من مادة النحاس. هو ليه كذا بقى طريقة دلوقتي، المهم ان هو بيتم تثبيته في منطقة عنق الرحم. بيعمل اللولب بيمنع استقرار، خلي بالك شوف، البويضة المخصبة. يعني معنى كده في بويضة بتطلع، في بويضة بتطلع، يعني معنى كده هنا معنى كده ان اللولب لا يمنع الانقسام الميوزي الاول. يعني معنى كده
لا يؤثر على عملية التبويض. يعني معنى كده لا يؤثر على هرمونات المبيض، لا يؤثر على هرمونات هرمونات الغدة النخامية. وقد يحدث معه الإخصاب. يعني معنى كده ان هو قد يحدث معه يحدث معه الانقسام الميوزي الثاني. بس هو الفكرة بتاعته ان هو عنصر النحاس اللي بيطلع عنصر النحاس من العناصر اللي بتبطئ من حركة الحيوانات المنوية. وهو بتبقى احنا بنقول حتة حديد، هو حاجة صلبة هتنزل على البويضة فهتفجر البويضة. فعشان كده هو من وسائل منع الحمل. بس احنا قلنا يبقى هو ملوش علاقة خالص، لا انقسام ميوزي اول ولا انقسام ميوزي ثاني. لكن التاني الاقراص تمنع كله، لكن ده يحصل كله. يحصل انقسام ميوزي اول، ممكن يحصل انقسام ميوزي ثاني، يعني يحصل فيه عملية تبويض، يعني ممكن يحصل فيه عملية الاخصاب. بعد كده اللي احنا عندنا الواقي الذكري، وديت الوسيله اللي بيستخدمها بتستخدم من قبل الذكر. الواقي الذكري بيمنع بيمنع وصول الحيوانات المنويه الى الجهاز التناسلي الذكري. يبقى بيمنع وصول الحيوانات المنويه الى الجهاز التناسلي الانثوي، معلش ذاكريها، الى الجهاز التناسلي الانثوي. طيب هنا بقى الواقي الذكري مميزاته ان هو ده واقي من الامراض الجنسيه. طب واقي من الامراض الجنسيه ليه؟ عشان هو بيمنع اختلاط السوائل، اللي هو سوائل الست وسوائل الذكر. طب احنا بنقول هو بيمنع بس وصول حيوانات المنويه، يعني معنى كده له علاقه بالتبويض؟ لا يمنع. لا يمنع التبويض، يعني لا يمنع الانقسام الميوزي الاول. يمنع الاخصاب، بيمنع عملية الاخصاب. يعني بيمنع مين؟ بيمنع الانقسام الميوزي الثاني. يبقى الاقراص بتمنع كله، واللولب ما بيمنعش حاجة، والواقي الذكري لا يمنع بيمنع التبويض بس، لا يمنع التبويض بس بيمنع عملية الاخصاب. قلنا ميزته ان هو بيقي من الامراض الجنسية. بعد كده اللي هي الوسيلة اللي بيوصى بيها الطبيب، اللي هي وسيلة التعقيم الجراحي، اللي هي بيتم استخدامها عند الجنسين. في وسيلة التعقيم الجراحي، في الوسيلة ديت لو كانت امرأة فبيتم فيها ربط أو قطع قناتي فالوب. طيب معنى كده هنا مش احنا عندنا أدا اهو المبيض، وهنا أدا قناة فالوب. لو اتربطت أو اتقطع قناة فالوب فهتيجي هنا الحيوانات المنوية مش هتوصل. يعني معنى كده ان هو ربط قناتي فالوب بتمنع وصول مين؟ وصول الحيوانات المنوية إلى مين؟ إلى البويضة. يعني في بويضة، يبقى معنى كده ان هو لا يمنع التبويض. يعني زي الواقي الذكري لا يمنع الانقسام الميوزي الاول. يمنع الاخصاب، ما هو اصلا مش هتوصل الحيوانات المنوية، لكن بيمنع الاخصاب. يعني بيمنع الانقسام الميوزي الانقسام الميوزي الثاني. طيب عندي بقى الذكر. عند الذكر بيتم فيه يا اما قطع او ربط الوعاءان الناقلان. وفي الحالة ديت ايه اللي هيحصل لما بيتم قطع او ربط الوعاءان الناقلان؟ يبقى منع خروج الحيوانات المنوية اصلا من الخصية، مش هيوصلوا لقناة مجرى البول. لكن في الواقي الذكري الحيوانات المنوية بتطلع بس مش هتوصل لجسم الست. لكن في التعقيم الجراحي الحيوانات المنوية اصلا مش هتطلع. طيب هنا في التعقيم الجراحي عند الذكر في الحالة ديت نفس اللي بيحصل عند الانثى، مش هيمنع التبويض.
يعني مش هيمنع الانقسام المنوي الاول، بس هو بيمنع وصول الحيوانات، بيمنع خروج اصلا الحيوانات المنويه، يعني بيمنع عمليه الاخصاب. طب نشوف بقى اللي هو السؤال بتاعنا كان بيقول لنا ايه. بيقول لنا اي من وسائل منع الحمل التاليه يمكن ان يحدث معها اخصاب في الظروف العاديه. الاقراص بتمنع، وبتمنع بالثلاثه استحاله. اللولب يحدث معه اخصاب، قد يحدث اخصاب. الواقي الذكري على منهجنا لا يحدث اخصاب. التعقيم الجراحي لا يحدث اخصاب. يبقى يمكن ان يحدث معه اخصاب، يبقى هو ليه اللولب. طب عند استبدال نواة خلية جنسية بنواة خلية جسدية، هتعرف العملية ديت بعملية الاستنساخ. وهيبقى صفات الفرد الجديد بيشبه نفس صفات النواة المنزرعة اللي هي نواة الخلية نواة الخلية الجسدية اللي احنا كنا بنقول فيها. في عملية الاستنساخ ديت عبارة عن ايه؟ عملية الاستنساخ ان احنا بنجيب خلايا جسدية، ممكن تكون الخلايا الجسدية ديت ممكن تكون أجنة، خلية جسدية من أجنة مبكرة أو من شخص بالغ. يعني دلوقتي بقت خلاص من شخص بالغ، لكن كان زمان من أجنة مبكرة. وده ليه النواة. بيتم هنا إيه؟ بيتم نزع النواة. أنا باخد أداة النواة معايا اللي هيبقى فيها إيه؟ النواة ديت فيها المادة الوراثية الكاملة. وفي نفس الوقت بكون انا محضرة بويضة غير مخصبة لنفس نوع الكائن الحي. وبيتم هنا ازالة النواة او تحطيمها بواسطة الاشعاع، او تحطيمها بواسطة الاشعاع. فانا بيبقى معايا جسم بس من غير نواة. بيتم بقى زرع نواة الخلية الجسدية محل النواة المنزوعة من البويضة. يبقى النواة نواة مين؟ النواة نواة ديت اللي هي نواة الخلية الجسدية. بعد كده لو كان ده هتبقى موجودة عندنا في الإنسان أو موجودة في أي نوع من أنواع الثدييات، فأنا بسيبها لغاية لما بتوصل عند طور البلاستوسيست، وأقوم جاية زرعاها في رحم الأنثى، فبتنمو إلى فرد بيشبه إيه؟ نفس صفات النواة المزروعة. لو برضو نفس الحكايه، لو انا سبتها وكانت مثلا ضفدعه او اي نوع من انواع بقى الكائنات الحيه اللي هي البيوض، زواحف او برمائيات، فهتنمو وتدينا نفس الصفات. وبيكون الجنس فيها بيكون اما ذكور او اناث على حسب على حسب اللي انت واخدها من. يعني لو كانت ديت مثلا نواة خلية جسدية لشخص بالغ ذكر، يبقى اللي طلع ليه ذكر. لو كان أنثى هيطلع ليه أنثى. طيب بيقول لك أي وسائل منع الحمل التالية بتعطل، لسه قايلينها بتعطل عمل الغدة النخامية. اللولب ما بيعملش حاجة، ابن الناس وحلال. الواقي الذكري قلنا هو بيأثرش على التبويض خالص، يعني بيأثرش على الغدة النخامية. التعقيم الجراحي ما بيأثرش. الأقراص هي اللي قلنا هي بتضحك على المخ عشان في بروجسترون، فهتخليه يقلل من افراز البروجسترون، من افراز ال اتش وافراز الاف اس اتش. ادنى مستوى الهرمونات المبيض عند امراه تكون في مرحله، واحنا قلنا كل الهرمونات سواء بقى هرمونات مبيض او الهرمونات المنبهه للغدد التناسليه بتبقى قليله في مرحله الطمس. اعلى مستوى تركيز هرمون الاف اس اتش في من بدايه الطمس، قلنا في اليوم الخامس او اليوم ال13، ولسه قايلين ديت دلوقتي. يحدث الانقسام الميوزي الاول اثناء تكوين الحيوانات المنويه، برضو دي من الاسئله اللي احنا لسه قايلينها خلال مرحله النضج. التوأم الناتج من اخصاب بويضه واحده بحيوان منوي واحد هو توأم متماثل. طيب تعالوا نفتكر مع بعض التوائم دي.
قلنا ان احنا عندنا في نوعين من انواع التوائم. ايه هي انواع التوائم عندنا؟ فعندنا بيبقى عندي احتمالين، يا اما بيبقى معايا بويضتين، البويضتين دول طالعين منين؟ يا اما من نفس المبيض يا اما من المبيضين، وكل بويضة بيروح يخصبها حيوان منوي على ايه؟ على حدة. ده بيخصبها حيوان منوي وده بيخصبها حيوان ايه؟ منوي. يعني معنى كده ان انا موجود عندي هنا جسم اصفر، خلي بالك، وهنا موجود عندي جسم ايه؟ جسم اصفر. يبقى اول نوع من انواع التوائم اللي هو بينتج من اخصاب بويضتين اما من نفس المبيض او المبيضين، كل واحدة بحيوان منوي على ايه؟ على حدة. فبيديني في الحالة ديت بيديني ايه؟ في الحالة ديت بيديني توأم. التوأم ده بنقول عليه توأم متآخي، بنقول عليه توأم ثنائي اللقاحة، بنقول عليه توأم غير متماس، وهنعرف ليه كل الكلام ده. طيب هنا بقى الرحم مستعد لايه؟ مستعد ان هو يستقبل دلوقتي مستقبل ايه؟ 2. عشان كده كل جنين بيكون ليه مشيمة مستقلة بيه، وكل جنين بيكون ليه غشاء ثلي بتاعه، يبقى هو ليه؟ هو لوحده. الجنينين ممكن يكونوا متماثلان في الجنس، ممكن يكون لهم نفس الجنس، او ممكن يكونوا مختلفين في الجنس. الجنينين بقى بيكونوا مختلفين في الصفات الوراثية. هي الحكاية هم 2 اخوات لهم نفس العمر وبس، لهم نفس العمر وبس. طيب احنا عندنا هنا الاتنين لهم ايه؟ لهم 2 جسم اصفر ولهم 2 مشيمة. يعني معنى كده ان مصانع افراز هرمون البروجسترون 4 مصانع، 2 جسم اصفر و2 مشيمة في انتاجه للبروجسترون بيكون عالي. قصادها بقى بالنسبة للتوائم التانية اللي هي التوائم المتماثلة اللي هي أحادية اللقاحة، اللي احنا ما بنعرفش نفرق بينهم وبين بعض. هي بويضة واحدة وتم إخصابها بحيوان منوي واحد أثناء تفلجها. هي المفروض إن البويضة هتتفلج وتبقى جزئين ويلزقوا في بعض، لا، هي أثناء تفلجها مش ده اللي بيحصل. أثناء تفلجها بتبدأ تنقسم إلى جزئين بس. أنا معايا جسم ايه؟ جسم أصفر جسم أصفر واحد هو اللي متكون معايا. أثناء تفلجها بتنقسم إلى جزئين. الرحم مجهز نفسه لعيل واحد، فبيكون هنا الجنينين لهم نفس الكيس الجنيني ولهم نفس المشيمة، لهم نفس كل حاجة، والجنينين لهم نفس الصفات الوراثية، واكيد لهم نفس الجنس. طيب هنا بقى انت كطبيب من غير ما تكون عامل صناعي، ازاي تعرف ان بيبقى التوأم اللي انت عملت له عمليه ولاده ده توأم متماثل او توأم غير متماثل؟ لو نزل 2 مشيمه يبقى ده توأم غير متماثل، لو نزل مشيمه واحده يبقى ده توأم متماثل. ما تجيش بقى تقولي طب ما ممكن ولد وبنت يا فقط، لا، احنا بنتكلم اللي هو السؤال اللي لما يجي لك في الامتحان هيكون عباره عن ايه. طيب هنا بقى انه اللي هو تثبيت الجنين بيكون اعلى. تثبيت الجنين اعلى في التوأم الغير متماثل. ليه؟ علشان زي ما احنا قلنا هو بيكون، انت بقى لو جابها لك كده او كمية البروجسترون عنده، عشان كمية البروجسترون اعلى من كمية البروجسترون في التوأم المتماثل. طيب علشان ايه كمية البروجسترون اعلى؟ كمية البروجسترون اعلى هتقول تعرف ده وتعرف ده. هتقول ان كمية البروجسترون هناك في التوأم الغير متماثل عشان ناتج من اخصاب بويضتين، كل بويضة بحيوان منوي على حدة، فبيكون عنده 2 جسم اصفر و2 مشيمة. في التوأم المتماثل بويضة واحدة بجسم اصفر واحد، فبيكون
بيكون ليه جسم اصفر واحد ومشيمه واحده، فكميه البروجسترون فيه بتكون بتكون اقل. طب نرجع بقى تاني للسؤال بتاعنا. قلنا في التوأم ده اهو، قبل ما نطلع التوأم المتماثل ده بيطلع لنا توأم اللي هو التوأم التوأم السيامي، اللي هو بيكون ملتصق في احد اجزاء الجسم، وبيتم الفصل بينهم الفصل بينهم جراحيا. يبقى احنا قلنا ده الفرد الناتج من اخصاب بويضة واحدة بحيوان منوي واحد هو توأم متماثل. حتى اصلا بالاستبعاد دي متآخي، هي نفسها غير متماثل، هي نفسها ثنائي اللقاح. جميع الخلايا والأنسجة التالية ثنائية المجموعة الصبغية ما عدا ايه؟ جميع الخلايا والأنسجة التالية ثنائية المجموعة الصبغية ما عدا سيرتولي خلايا 2 نون. طب انت فاكر بقى ايه أهمية سيرتولي؟ سيرتولي دي كانت بتوجد فين؟ خلايا سيرتولي ديت بتوجد داخل الخصية، وكانت الوظيفة بتاعتها ان هي بتغذي الحيوانات المنوية داخل الخصية، زائد ان هو بيعتقد ان لها وظيفة مناعية. الاسبروجيرة، طبعا بالاسبروجيرة بيكون نون واحدة. بطانة الرحم خلايا جسدية 2 نون. فالوب بتبقى 2 نون، يبقى هو تحلب الاسبروجيرة. بنهاية انقسام احد خلايا امهات البيض، وديت لسه قلناها في مبيض انثى الانسان، هيطلع لك بويضة ومعاه 3 اجسام 3 اجسام قطبية. بيؤدي صوب ما تحته خط، بيؤدي توقف نشاط المبيضين عند المرأة إلى حدوث، لما هيتوقف نشاط المبيضين عند المرأة ديت هيترتب عليها هنا اللي احنا كنا بنقول عليها بقى، اللي هو سن اليأس، اللي هو بقت ملغية عندنا سن اليأس. هيبقى اللي هنا لما بيتوقف نشاط المبيضين يبقى بيتوقف إفراز الهرمونات. هيحصل بقى هنا الاستروجين، خلي بالك الاستروجين هيقل والبروجسترون هيقل، لكن الاف اس اتش هيزيد والال اتش هيزيد، علشان هنا مخك الغده النخاميه بتشتغل بقى اللي هو بالتغذيه الراجع، ده الاستروجين قليل والبروجسترون قليل، فمعنى كده هنا ان احنا عاوزين نشغلهم شويه، فبتبدا بقى الغده النخاميه تدي عماله تدي تنبيهات الشغل، بس هو اصلا كده هم ما عادوش شغالين. زائد ان هي في الحاله ديت هيتوقف كمان يعني نتيجه كل الكلام ده هتتوقف الدوره الدوره الشهريه. يبقى هنا يؤدي توقف نشاط المبيضين عند المرأة إلى توقف الدورة الشهرية. طيب في مراحل التكوين الجنين، يبدأ تكوين الجهاز العصبي والقلب قلنا من الشهر الأول من الحمل. تكتمل أعضاء الحس وينمو القلب وتسمع دقاته في الشهر الرابع من الحمل، أو في الثلاث شهور الوسطى من الحمل، عشان كاتب لي اعضاء الحس، يبقى في الثلاث شهور الوسطى من الحمل. كل طلعه منويه في الانيبيبات المنويه تنتج كام حيوان منوي؟ تنتج حيوان منوي واحد. طب كل خليه منويه ثانويه في الانيبيبات المنويه تنتج كام؟ 2 حيوان منوي. طب كل خليه منويه اوليه في الانيبيبات المنويه تطلع كام؟ 4 حيوانات منويه. يصل الجسم الأصفر لأقصى نمو له في نهاية الشهر الرابع من الحمل، في نهاية الشهر الثالث من الحمل، اللي هو بقى في بداية الشهر الرابع بيكون المشيمة قد اكتمل نموها عشان تحل محل الجسم الأصفر في إفراز هرمون البروجسترون. الخلية البيضية الأولية ليه بتكون أكبر حجما من خلايا أمهات البيض؟ هتقول ليه؟ هتقول لأنها خلايا أمهات البيض بتعمل ده هي اللي بتختزن الغذاء وبتبدأ تكبر في الحجم عشان تتحول إلى خلية بيضية أولية. عند حدوث انقسام ميوزي بتكون بويضة مختزنة بالغذاء.
لا يتم تخصيب البويضة في أنثى الإنسان مرتين. هتقول ليه؟ هتقول ليه؟ بمجرد دخول الحيوان المنوي إلى البويضة. مين اللي بيدخل بقى من الحيوان المنوي؟ راسه والعنق. قلنا الراس ليه؟ قلنا علشان فيها النواة اللي هتندمج مع نواة الايه؟ نواة البيضة. والعنق عشان في الجسم المركزي اللي هيؤدي الى انقسام البويضة المخصبة. طب الميتوكوندريا، قلنا اول ميتوكوندريا بيرثها الجنين بتبقى من الام، مصدرها الام. يبقى الميتوكوندريا بتاعتي من امه، واخداها من امها، وامها واخداها من ايه؟ من يعني الناس كله ام ايه؟ ام. يبقى بمجرد وصول الحيوان المنوي بمجرد دخول الحيوان المنوي الى البويضه بتقوم جايه تحوط البويضه، تحيط البويضه نفسها بجدار سميك. الجدار السميك ده هيمنع اختراق اي حيوان منوي مهما كانت شدته. طب تعتبر المشيمة واحدة من الغدد. المشيمة غدة صماء مؤقتة. طيب ليه بقى؟ عشان هي بتفرز البروجسترون اللي بيساعد على تثبيت الجنين داخل بطانة الرحم، وده بدءا من الشهر الرابع الشهر الرابع من الحمل. وبتفرز هرمون الريلاكسين اللي بيعمل على ارتخاء الارتفاق العاني تسهيلا لعملية الولادة. طب تعالوا كده نفتكر هي المشيمة ديت اصلا كان منشأها ايه؟ العيل هو في بطن امه بيبدأ هنا، ده غشاء مين؟ غشاء السليل اللي هو الغشاء الخارجي. بيبدأ الغشاء ده يخرج منه بروزات او خملات اصبعية. البروزات او الخملات الاصبعية ديت تنغمس داخل بطانة الرحم، وتبدأ تتلامس فيها الشعيرات الدموية للأم مع الشعيرات الدموية للجنين عشان تكون لنا مين؟ المشيمة. عشان تكون لنا المشيمة. يعني منشأ المشيمة عبارة عن ايه؟ منشأ المشيمة هو عبارة عن خروج بروزات أو خملات إصبعية من غشاء السلي، بتبدأ تنغمس في بطانة الرحم، وبتبدأ تتلامس فيها الشعيرات الدموية للأم والجنين. يعني معنى كده نوع الدم اللي موجود في المشيمة ايه؟ دم الأم ودم ودم الجنين. والمشيمة سلاح ذو حدين. سلاح ذو حدين ايه؟ يعني سبب في حياة الجنين وسبب في موت برضو، قد تكون سبب في موت الجنين. أول حاجة هنتكلم على الأهمية بتاعتها. المشيمة بتنقل كل حاجة بقى، كل حاجة ما عدا الدم، ما عدا مكونات مكونات الدم. بتنقل الأكسجين، وبتنقل الأكسجين، وبتنقل المية، وبتنقل الأحماض الأمينية، وبتنقل السكريات الأحادية، وبتنقل الفيتامينات، من اللي فين؟ من دم الأم إلى دم الجنين. تاني حاجة بتخلص الجنين من المواد الإخراجية زي ثاني أكسيد الكربون. يعني معنى كده إن المشيمة رئة وكلية للجنين. رئة إن هي بتنقله الأكسجين، بتخلصه من ثاني أكسيد الكربون، وكلية إن هي بتخلصه من المواد الإخراجية. تالت حاجة إن هي المشيمة بتفرز، تعتبر غدة للجنين مؤقتا. ان هي بتفرز هرمون البروجسترون اللي احنا لسه قايلين اهميته، وبتفرز هرمون الريلاكسين اللي بيعمل على ارتخاء الارتفاق العاني. طيب الضرر بتاع ان المشيمة هي بتنقل، فهي ما بتميزش ايه اللي بتنقله ده. فعشان هي ما اي حاجة الوزن الجزيئي لها كبير ما بتنقلهوش، اي حاجة تانية تقدر ان هي تنقله. فعشان كده هي بتنقل بعض المواد المواد الضار. زي مين؟ زي عندك العقاقير بتنقلها، النيكوتين بتنقله، الكحولات بتنقلها، وبتنقل انواع من الفيروسات. وده بما يسبب ايه؟ ده قد يسبب ضررا للجنين وحدوث تشوهات
خلقية ديت ممكن تسبب يعني ليه تسبب الوفاة. طيب بعد كده بيقول لنا تساعد بنوك الأمشاج المنتخبة في التكاثر وإنتاج اللحوم أو الألبان. تساعد بنوك الأمشاج ديت قلنا بسبب إيه؟ إحنا عندنا في بنوك الأمشاج بيتم حاليا فصل الحيوانات المنوية ذات الصبغ إكس عن الحيوانات المنوية ذات الصبغ واي. عن طريق إيه؟ عن طريق يا إما الطرد المركزي المفرق اللي ده بيعتمد على خاصية الكثافة، أو عن طريق تعرضها لمجال كهربي محدود. طب دي بغرض ايه؟ واي ده بغرض انتاج ذكور لانتاج ايه؟ لانتاج اللحوم، واكس انتاج اناث لانتاج الالبان وغرض الايه؟ وغرض عملية التكاثر. طيب بعد كده بيقول لنا السؤال اللي بعده، بيقول لنا استخرج الكلمة الشاذة بين الكلمات المطروحة. وده هو يعتبر انت بتعتبر هو سؤال سهل، بس ساعات كتير بيبقى فيه حاجات يعني انت بتغلط فيه. هو بيقول لك لكل فقرة مع بيان ليه؟ مع بيان السبب. خلايا أمهات المني خلايا ثنائية المجموعة الصبغية، والخلايا المنوية الأولية خلايا برضك ثنائية المجموعة الصبغية، الخلايا المنوية الأولية نون، والخلايا طلائع المني نون. طب هما دلوقتي بقى ايه؟ بقى كلهم زي ايه؟ زي بعض. طيب يبقى يعني انت عندك ده وده، وعندك ده وايه؟ ده وده. طيب نجيبها بحاجة تانية، ممكن نجيبها بقى بكمية الدي ان ايه. خلايا أمهات المني فيها 46 جزيء دي ان ايه، والمنوية الأولية 46 جزيء دي ان ايه، والخلايا المنوية الثانوية 46 جزيء دي ان ايه اللي انا كنت قايله لك اكتبها، وطلائع المني فيها 23 جزيء دي ان ايه. يبقى هنا الاختلاف اللي هي طلائع ليه؟ طلائع المني ديت هي الكلمة ليه؟ الشاذة، والسبب ان هم كلهم بيحتوي على نفس كمية الدي ان ايه، وبتحتوي على نص كمية الدي ان ايه. غشاء الرهل ده غشاء بيحيط بالجنين، وده غشاء بيحيط بالجنين في الرحم، وده في الرحم. والجسم الاصفر ده يعتبر غده مؤقته وموجود في المبيض. يبقى الاختلاف في الجسم الاصفر عشان هو موجود في المبيض، ودول بيكونوا موجودين في الرحم. طب يقول لنا اكتب المصطلح العلمي لكل مما ياتي. وسيله لمنع الحمل بتمنع استقرار البويضه في بطانه الرحم، لسه قايلينها دلوقتي، اللي هي مين؟ اللي هي اللولب. انزيم بيدوب غلاف البيضة في أنثى الإنسان، انزيم الهيالورونيز اللي كان بيفرزه الجسم القمي اللي هو موجود في رأس الحيوان المنوي. بيقول لك اذكر مكانه ووظيفة كل مما يأتي. الجسم الأصفر مكانه ووظيفته. الجسم الأصفر في المبيض الوظيفة بتاعته إفراز هرموني الاستروجين والبروجسترون. البربخان دول موجودين من مكونات الجهاز التناسلي الذكري، اللي هي أنبوبة ملتفة بتوجد عند قاعدة الخص. الوظيفة بتاعتها تخزين استكمال نضج الحيوانات المنوية، زائد تخزين الحيوانات المنوية، زائد نقل الحيوانات المنوية يوصلهم لفين؟ يوصلها إلى الوعاءان الناقلين. طيب بعد كده بيقول لنا وضح بالرسم مراحل الإخصاب الصناعي في الإنسان وتركيب. ماشي الرسومات احنا هنحاول ان احنا طبعا في رسومات من ديت خلاص هي ما عادتش اصلا ايه موجوده. حابه احط لكم انتوا اكيد يعني عارفينها اللي هي الرسوم. هحط لكم هنتكلم على الرسومات اللي هي المفروض موجوده عندنا في المنهج نرسمها بايدينا، والرسومات اللي هي المفروض ان انت تحفظها بايه؟ تحفظها بعينك. هنتكلم بقى على اللي هو بيقول لك استنتج السبب فيما يلي. بيعتبر الرجل عقيما إذا أنتج أقل من 20 مليون حيوان منوي في المرة التزاوجية الأولى. هتقول بسبب إيه؟ لأنه أول حاجة لأنه بيفقد الكثير أثناء رحلتها إلى المشيج المؤنث. ثاني حاجة لأن البويضة بتحتاج ملايين من الحيوانات المنوية لإفراز
انزيم الهيالورونيز اللي بيعمل على إذابة غلاف البويضة المتماسك بفعل حمض الهيالورونيك. اكتب البيانات المشار إليها بالحروف التالية اللي هو ألف. ماشي، انت عندك أول واحدة الخلايا، خلايا أمهات المنية هتتحول إلى خلايا منوية أولية. خلايا المنوية الأولية هتتحول لخلايا منوية ثانوية، والثانوية هتتحول لطلائع منية، وطلائع منية هتتحول إلى حيوانات منوية. ودال دي سورتولي، وجيم ديت الخلايا البينية. يبقى البيانات ألف ديت عبارة عن خلايا أمهات المني، وب عبارة عن الحيوانات المنوية. دال اللي هي خلايا سورتولي ديت قلنا بتعمل على تغذية الحيوانات المنوية، بيعتقد ان لها وظيفة مناعية. جيم اللي هي الخلايا البينية، وديت بتفرز هرمونات الذكورة اللي هي هرمون التستو وهرمون الاندروسترو، المسؤولة عن ايه؟ المسؤولة عن إظهار الصفات الثانوية للذكر عند سن البلوغ، زائد نمو البروستاتا والحويصلتان المنويتان. هنشوف بقى كام سؤال في الاختبار اللي هو جاي، اللي هو الاختبار الشامل على التكاثر في الانسان. يعني كام سؤال بس اللي هو فيهم فكره كويسه، وهنحلهم هنحلهم مع بعض. طب هنعمل كام سؤال بقى من اللي هو الاختبار الشامل، اللي هو يعني في حاجات ما كانتش موجوده في السنوات اللي قبل كده. هو بيقول لنا اذا علمت ان دوره الطمس عند انثى الانسان اللي احنا لسه قايلينه اهوت 20 سبتمبر، ده كانت البداية بتاعتها بدأت. السؤال هو بيقولك هي بدأت يوم كام؟ أدا البداية كانت يوم 20 سبتمبر، فإن من المحتمل أن تتحرر البويضة هيبقى يوم ايه؟ هنا احنا قلنا طالما بداية يبقى اعمل البداية يوم البداية واجمع عليه كام؟ واجمع عليه 13، يعني 20 زائد 13 يعني هيساوي كام؟ يعني هيساوي 33 يعني 3 في الشهر اللي بعده، 3 في الشهر اللي بعده اللي هو 3 اكتوبر. طب انا ما عنديش 3 اكتوبر زي ما احنا اتفقنا، يا يوم قبله يا يوم بعده، يبقى هيبقى يوم كام؟ يوم 4 اكتوبر. طيب المدى الذي تظل فيه البويضة حية داخل الجهاز التناسلي الأنثوي وبيبقى من يوم إلى يومين، يعني بيبقى حوالي 48 ساعة. طب احنا قلنا بقى في الحته ديت، قلنا عشان يحصل في عمليه اخصاب للبويضه اللي بيحصل، قلنا ان البويضه بتتحرك من حواسيل الجراف وبتظل جاهزه للاخصاب لمده كام؟ لمده من يوم الى يومين. وبعد كده في نفس يعني البويضه بتظل جاهزه للاخصاب لمده كام؟ لمده من يوم الى يومين. من يوم الى يومين يعني ايه؟ يعني من قبل ما هي بتطلع وبعد برضو ما هي بتطلع، فالبويضه بتبقى جاهزه للاخصاب. بيبقى في اليوم ال12 وال13 وال14 وال15 وال16. ديت الايام دي مش الايام اللي هي بتبقى حيه فيها، هي بتظل حيه لمده من يوم الى 2. ده بقى بتبقى جاهزه للاخصاب في الايام دي، بس بتظل حيه لمده كام؟ لمده يومين بس، اللي هو ايه؟ اليوم ال14 واليوم ال15 بس. هي بتفضل ينفع ان هو يحصل الاخصاب في الايام دي، اليوم ال12 وال13 وال14 وال15 من بدء الطمس. وهنعرف ليه. عشان الحيوان قصادها الحيوان المنوي بيظل حي داخل الجهاز التناسلي الأنثوي لمدة من يومين إلى 3. علشان كده بقى الحتة ديت احنا عاوزينها في ايه؟ عشان لما يجي يقولك ما النتائج المترتبة أو ماذا يحدث، ما النتائج المترتبة على أو ماذا يحدث عند وصول الحيوانات المنوية إلى فالف. قام جاي قايل لك مثلا ايه؟ في اليوم كفرضا مثلا العاشر، بس قال لك من بدء الطمس. شوف العاشر
من نهاية الطمس. وهتعرف ان دي في فرق في اليوم 12 من بدء الطمس، اليوم 19 من بدء من بدء الطمس. طيب نشوف بقى كل واحدة من دول. لو هو قالك اللي هو في اليوم العاشر من بدء الطمس بتكون البويضة اتحررت، لا، والحيوانات المنوية هتعيش العاشر وال11 وال12، يعني هتموت الحيوانات المنوية قبل تحرر البويضة، يبقى هنا يحدث اخصاب، يبقى هنا لن يحدث ايه؟ لن يحدث اخصاب ابدا للبويضة. ليه بقى؟ عشان البويضة بتتحرر في اليوم ال14 من بدء الطمس، والحيوانات المنوية بتظل حية لمدة من يوم إلى يومين، من يومين إلى 3 أيام. طيب اليوم العاشر من نهاية شوف نهاية النهاية يحصل، يبقى بيحدث ايه؟ أكيد بيحدث إخصاب إخصاب للبويضة. ليه؟ لأن البويضة بتتحرر أصلا في اليوم العاشر من نهاية الطمس. في اليوم ال12 من بدء الطمس، ال12 وال13 وال14، يعني حتى الحيوانات المنوية هتبقى حية والبويضة اتحررت، يبقى هنا يحدث إخصاب، لأن البويضة بتتحرر في اليوم ال14 من بدء الطمس، والحيوانات المنوية بتكون ما زالت حية لأنها بتعيش من 2 إلى 3 أيام. طيب من اليوم ال19، في اليوم ال19 استحالة يحدث إخصاب، لن يحدث إخصاب. ليه بقى؟ عشان البويضة أصلا بتتحرر في اليوم ال14 من بدء الطمس، وتظل حية أو جاهزة للإخصاب لمدة من يوم إلى يومين فقط. يعني قبل ما الحيوانات المنوية هتكون وصلها هتكون البويضة أصلا حصل لها عملية ضمور. طب نشوف بقى السؤال البرضك اللي موجود عندنا. هو بيقول لنا إخصاب بويضتين بحيوانين منويين في وقت واحد. دي احنا لسه قايلينها، ديت هتدينا توأم مطابق. طب لو تم إخصاب بويضة واحدة بحيوانين منويين في الحالة دي ده بيحصل ايه؟ ده بيحصل اللي هو تكوين أجنة أو جنين ثلاثي المجموعة الصبغية. واحنا عندنا هنا ثلاثي المجموعة الصبغية ده خدناه، ده بيعتبر تضاعف صبغي ثلاثي، وده بيكون مميت للأجنة، يعني بيحصل في عملية إجهاض. استئصال أحد مبيضي امرأة أنثى في الشهر الثاني. دي بقى احنا ما قلناهاش، احنا قلنا الفكرة بتاعتها. هو بيقولك استئصال أحد مبيضي امرأة حامل في شهرها الثاني. هو بيقولك ايه؟ استئصال واحد من المبيضين. طب هنا بقى ايه اللي هيحصل؟ انا عندي هنا هيبقى في الحالة ديت انا عندي احتمالين. اول حاجة اقول له اذا كان هذا المبيض هو المنتج للبويضة التي تم إخصابها، ففي الحالة ديت يحدث إجهاض. لأن إيه؟ لأن المشيمة لم يكن قد اكتمل نموها لتحل محل الجسم الأصفر في إفراز البروجسترون. تاني احتمال إذا كان هذا المبيض الغير منتج للبويضة التي تم إخصابها، يبقى في الحالة ديت إيه؟
لا يحدث إجهاض لمين؟ إجهاض للجنين، لأن المبيض الآخر هو المحتوى على مين؟ المحتوى على الجسم الجسم الأصفر. طيب لو هو بدل ما يحط في الشهر التاني وقام جاي حاططها مثلا في الشهر الخامس، لما يقول لي استئصال أحد مبيضي امرأة حامل في شهرها مثلا الخامس السادس، يبقى في الحالة ديت يبقى هنا لا يحدث شيء في الحالتين، لأن المشيمة بيكون ايه؟ بيكون قد اكتمل نموها عشان تحل محل الجسم الأصفر في إفراز البروجسترون. طيب قالك استئصال مبيضي امرأة في الشهر الثاني يبقى يحصل ايه؟ الجهاض. تم استئصال مبيضي امرأة في شهرها الخامس يبقى هنا لا يحدث ايه؟ لا يحدث الجهاض. طب برضك ليه السؤال ده؟ انغماس البلاستوسيست في بطانة الرحم بيكون بعد 7 أيام. ده الباقي ده تقريبا يعني ايه معظم احنا قلناه. بيقولك هنا عند زراعة نواة جنين فار ايه، اللي هي عملية الاستنساخ، مكان نواة بويضة فأر غير مخصبة ب في رحم أنثى فأر ثالثة سي، فإنها تنمو وتعطي فرد جديد بينتمي إلى صفات النواة المنزرعة، اللي هو مين؟ نواة خلايا جنين فأر ايه، يبقى هي نواة ايه. طب لما يجي يقولك طيب أول ميتوكوندريا هيرثها من أنه هيرثها من نفسه هو، من A ولا من B ولا من C؟ هيرثها من البويضة الغير مخصبة، يعني هياخدها من ايه؟ هياخدها من B. هياخدها من ايه؟ من B. طب الجنس نفس صفات النواة المزروعة، صفات الوراثية كلها زي ايه؟ والسي ديت بتعتبر الأم الحاضنة ليه. طيب اذكر الملائمة الوظيفية. هو كلمة ملائمة وظيفية ديت معناها ايه؟ يعني معناها هو ايه اللي فيه يخليه يقدر يعمل الوظيفة بتاعته ديت. طب ايه هو بقى؟ هو الحبل السري وظيفته ايه؟ نقل المواد الغذائية المهضومة ونقل الاكسجين ونقل المية من المشيمة يوصلها الى مين؟ يوصلها الى الدورة الدموية للجنين، ونقل المواد الاخراجية وتسهيل حركة الجنين. يبقى الملائمة الوظيفية اول حاجة ان هو غني بالشعيرات الدموية لمين؟ الدموية للجنين، مما يساعد على نقل الكلام بقى اللي احنا قلناه، المواد الغذائية المهضومة والأكسجين والفيتامينات، ونقل المواد الإخراجية. تاني حاجة إن هو طوله 70 سنتي، يعني ايه طويل؟ بما يسمح بحرية حركة الجنين. طب قناة فالوب ايه هي الملائمة الوظيفية؟ أول حاجة إن هي تبدأ بفتحة قمعية، وديت لضمان سقوط البويضات. تاني حاجة تبدأ بزوائد الإصبعية ديت لالتقاط مين؟ لالتقاط البويضة. تالت حاجة إن هي تبطن بأهداب عشان تساعد على حركة توجيه البويضة المخصبة نحو الرحم. رأس الحيوان المنوي، ايه الملائمة الوظيفية لرأس الحيوان المنوي؟ أول حاجة لما يقول لك الملائمة الوظيفية لرأس الحيوان المنوي، فالرأس عندك رأس ايه؟ الرأس مستدق من الأمام عشان يساعد على سهولة حركته في السائل المنوي واختراقه للبيض. تاني حاجة ان هو بيحتوي على الجسم القمي اللي بيفرز مين؟ اللي بيفرز انزيم الهيالورونيز
الانزيم ده بروتين، الانزيم ده عبارة عن بروتين، وبروتين تنظيم. انزيم الهيليورينيز اللي بيعمل على إذابة غلاف البويضة المتماسك بفعل حمض الهيالورونيك. طب بيقولك من السكريات الأحادية التي يحتاجها أنا عارفة ان انتوا هتقولوا لي ليه الفركتوز، وده حاجة سهلة، بس أنا مش عاوزاها عشان كده، أنا عاوزاها عشان نعمل عليها سؤال. طب لو كان الحيوان اللي بتفرزه حويصل الجراف بتفرز سكر الجلوكوز، مش بتفرز الفركتوز، يبقى في الحالة ديت بيصبح الذكر عقيم. ليه؟ لأن سكر الجلوكوز بيحتاج لهرمون الأنسولين حتى يتم إدخاله داخل الخلية، عشان كده بيتم الفركتوز. لكن الفركتوز بيدخل دون الحاجة لوجود هرمون الأنسولين. أي مما يلي لا يعد من وظائف الأربطة: ربط العظام ببعضها عند المفاصل، دي وظيفة الأربطة. تثبيت بعض أعضاء الجسم صح زي اللي هو ما بيثبت أعضاء الجهاز التناسلي الأنثوي. تحريك العظام عند انقباض العضلات، ده وظيفة مين؟ الأوتار. تسمح بتمدد الرحم، ديت صح، يبقى هو تحريك العظام عند انقباض العضلات. بيقول لنا ما الفرق بين تجارب الاستنساخ الأولى وتجارب الاستنساخ الحديثة؟ فتجارب الاستنساخ الأولى دهيت كان هنا بيتم نزع أنوية من أجنة مبكرة في مراحل تكوينها الأولى، يعني الشرط إن هي لازم تكون أجنة مبكرة. في تجارب بقى الاستنساخ الحديثة بيتم نزع أنوية من خلايا جسدية زي اللي هي تجربة النعجة دولي. والباقي بقى احنا لسه قايلين. يبقى ده الفرق، ان كان زمان لازم تكون أجنة مبكرة، لكن دلوقتي عادي كان تبقى من اي خلايا جسدية. الحواسات المنوية ديت من ضمن مكونات الجهاز، يعني ده من مكونات الجهاز التناسلي الذكري، بتتأثر بهرمون التستو والاندروسترون، مسؤولة عن إفراز سائل قلوي بيحتوي على الفركتوز ليعمل على تغذية الحيوانات المنوية خارج الخصية. حواسل الجراف دي توجد داخل المبيض، بتعمل تحت أو المسؤول عن تكوينها هرمون FSH. طيب وظيفتها بتفرز هرمون الاستروجين، بتفرز هرمون الاستروجين اللي هو هرمون الاستراديول، المسؤول عن إظهار الصفات الثانوية للأنثى. هو كده تقريبا اللي هي معظم الافكار اللي موجوده في الدرس الثاني في التكاثر. فيا رب يعني اكون قدرت ان انا الم جزء كبير من الافكار، وتكونوا انتوا تقدروا تستفيدوا من الحصه ديت. وزي بقى ما انا قلت لكم، علشان المره الجايه اكون عارفه انا هعمل لكم ايه. لو انتوا DNA معاكم مش تمام، فانتوا يعني نشتغل بطريقه اللي احنا نحل الاسئله، او ممكن ان انا اقوم جايه اشرحها لكم، بس هتاخد مننا وقت طويل. يعني هتبقى محتاجه مننا وقت طويل ان انا الم لك كل DNA، ان انا اشرحه لك. ما يعملش ليه ما نبداش ان احنا نحل زي ما احنا بنحل، يعني ان انا اشرحه في الاول، وبعد كده نبدا ان احنا نحل الاسئله اللي موجوده عندنا في اكتشف. فانتوا اكتبوا لي بقى في التعليقات انتوا عاوزين اشرح ولا احل كتاب اكتشف، وان شاء الله اشوفكم على خير يا ابطال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.